شعرية باللبن. النهاردة هنعمل مع بعض الشعرية باللبن. طبعا الجو برد جدا، مفيش أجمل من الشعرية في الجو ده، يدفينا كده واحنا قاعدين تحت البطانية، وكمان أكلة سريعة للجعانين اللي زي حضراتي كده في آخر الليل. قمت الساعة 1 بالليل، طبعا عايزين ناكل، الشتا بيحب الأكل، فقمت على طول عملت الشعرية. يلا نبدأ على طول بالمكونات. معايا 6 معالق من الزيت. طبعا لو حابين حضراتكم تعملوها بالزبدة هتحطي مكعبين من الزبدة. ومعايا هنا 3 كوبايات من الشعرية. طبعا ده المج بتاعنا اللي هو سعته 250 ملي، مش اكتر من كده. طبعا حسب الكمية اللي حضرتك عايزة تعمليها، هتضاعفي الكمية او تقللي منها. طبعا هنقلب الشعرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كويس جدا جدا. لازم اللون كله يبقى واحد، ما ينفعش تبقى واحدة غير التانية. فعلشان كده لازم نستمر في التقليب، ونخلي بالنا من درجة الحرارة تكون متوسطة، ما تكونش عالية علشان ما تشطش مننا او تتلسع. فطبعا هنفضل ان احنا نقلبها كده لحد اللون بتاعها ما يوصل للاصفرار، ما تبقاش بقى محمرة الاحمرار الزايد علشان ما تمررش مننا. ونخلي بالنا طبعا في التقليب ما نسيبش ايدينا ابدا منها، لانها هي خفيفة ومش هتاخد معانا وقت ابدا في التسوية بتاعتها. بمجرد ما نقلب فيها كده باستمرار، هننزل على طول بباقي المكونات بتاعتنا. احنا كده خلاص، هو ده اللون المطلوب. بعد كده هنجيب معانا نص كوباية من السكر، وطبعا حسب الرغبة، وانا بحاول انا اخفف في السكر على قد ما اقدر لاني مش متوفر حاليا. ان شاء الله ربنا يعيننا جميعا. هنبتدي برضو ان احنا نقلب السكر مع الشعرية لحد ما يتكرملوا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتدي طعم جميل جدا، الخطوة دي مهمة. معايا كوبايتين من الحليب، هسيب ربع الكوباية اللي تحت بس، وهنقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي مش هنديها تسوية كاملة في اللحظة دي، لا احنا لسه هنغطيها ونسيبها لحد ما تستوي. احنا نوطي عليها درجة الحرارة زي الشمعة بالظبط. هتاخد معانا تقريبا في البداية كده 10 دقايق، وزي ما انتوا شايفين هتبقى بالشكل ده. انا طبعا هسيبها، هغطيها وهسيبها زي ما قلت لحضراتكم 10 دقايق. ربع الكوباية الأخير اللي موجود في الكوباية فيها اللبن، هنحط معلقة بس من الكريم شانتيه، مش أكتر من كده، وهنقلبها كويس. وطبعا لازم يكون اللبن سخن اللي احنا حطيناه في البداية، واللبن ده علشان يدوب الكريم شانتيه كويس. بعد كده هتكون شربت اللبن اللي في البداية. بعد كده هننزل بربع الكوباية اللي بعد كده من اللبن والكريم شانتيه. لو مش متوفر عند حضراتكم كريم شانتيه ممكن تحطي قشطة، هتبقى حلوة جدا جدا. هنقلبها بالشكل ده. طبعا هي بتاخدش تسوية معانا، ولازم ناخد بالنا كويس لان ممكن تشيط من تحت. فعلشان كده درجة الحرارة لازم تكون منخفضة زي الرز كده بالظبط. كده هي خلاص خلصت تماما واستوت، وزي ما انتوا شايفين مفلفلة. وكمان هي اللبن حلو كده، مش مايعة فيه ولا حاجة، حلوة جدا جدا. وطبعا مفلفلة زي ما انتوا شايفين، مش متعجنة. أهم حاجة التسوية تكون صح، ونقلب فيها كويس بشوية الزبدة أو الزيت، وهتطلع معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكمية دي عملت معانا حلة كبيرة، فطبعا حضراتكم حسب ما احتياجكم من الكمية. بعد كده هنزين الشعرية بتاعتنا بشوية من المكسرات، جوز الهند والفول، ولو كمان عندكم أي مكسرات انتوا حابينها تحطوها. بعد كده انا زي ما انتوا شايفين كده طعمها جميل جدا جدا، وزي ما انتوا شايفين البخار بتاعها كده دفانة، وطعمها حلو، كلها قيمة غذائية. عايزين نقوم كده نشاط وحيوية، الشتاء مش كسل، الشتاء نشاط. طعمها حلو، اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. وما تنسوهاش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصل